السلام عليكم، رجعت معكم من جديد فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا راه ما يمكنش البنات، راه ما يمكنش ومستحيل اننا نضيعوا في هذه الثقافه وفي هذا الرزق وفي هذا الخير هذا ونساوه ويمشي بحال عمره ما كان، رغم اننا توارثناه عبر اجيال واجيال وشي حاجه اللي انها من التراث التقليدي ديالنا وكنعتزوا بها. هذه طريقه تحضير الكسكسو الغليظ، كيجي بديك بالنخاله رقيقه، كيجي زوينه البنات كيف ما كتشوفوا. هنا الوالده كيف ما قلت لكم البنات، هنا الوالده راها بدات كتصيبوا كتوجدوا. شفتها وعجبني الحال، قلت علاش لا انني نشاركو معاكم وفي نفس الوقت انني نستافد، حيت انا براسي راني ما عمرني وجدته معاها وما عمرني عرفتو حتى كيفاش كيتصوب وكيفاش كيوجدوه. هنا كيف ما كتشوفوا كتاخذ ديك النخاله رقيقه البنات، كتاخذها وكتاخذ الماء كدير له الملحه حتى كيولي داك لوغو ديالو بحال الملحه ديال البحر، كيكون شويه زايد في الملحه. ديك الملحه هي الماده الحافظه ديالو باش ما كيدير لا دود لا حتى شي حاجه. من بعد البنات كديروا كيف ما كتشوفوا في هذه القصريه بحال هكا، كتبقى تزيد النخاله وكتزيد شويش ديال الدقيق، مره نخاله مره دقيق مره رشيشه ديال داك الماء المملح على هذا الشكل هذا، وكتبقى تخدم به بيديها بشكل دائري. الاساس من هذه الطريقه هذه هو انها تكون داك الكويرات الصغارين، وعلى حساب اما توجد به طعام رقيق اللي كنديروا به الكسكسو العادي ديالتنا، ولا توجد به ديك الطعام الغليظ اللي كنديروا به سيكوك، كنديروا به بزاف ديال الحويجات حتى هو كيجي زوين. وكاين حتى اللي كيوجدوا به حتى المحمصه. المهم بزاف ما يتقال، بزاف ما يتقال في هذا الشيء ديال الطعام وكيفاش كنوجدوه. صدقوني يا البنات صراحه انا من الناس اللي كنحماق على هذا اللوغو هذا ديال الخم ديال النخاله الرقيقه اللي كتكون مصوبه بحال كتجي بنينه يعني في المذاق ديالها كتجي بنينه بزاف وكتجي زوينه، احسن حتى من هذاك السميده ديال الشعير ملي كنبغيو نصوبوا البلبوله كتجي واعره بزاف. هنا كتستمر الوالده على هذا الشكل هذا وهي كتخدم بيديها، وفي نفس الوقت كتحاول انها تصوب داك الكويرات الصغارين، وكتلوح داك الدور ديال الدقيق هو اللي كيجمع لنا دوك الكويرات الصغارين وكيخليهم قد بعضياتهم، وفي نفس الوقت انهم ما كيتحلوش حيت النخاله راها ما كافياش. من بعد وهي في هاد المراحل انها كتكور بين يديها حتى كتحس به هو كامل تكور وما بقات فيه حتى حبه، يعني من مره ميها مره شويش ديال النخاله مره شويش ديال الدقيق. هادشي اللي شفت انا يا البنات، راه هادشي اللي شفت، راني مازال ما طبقت. المهم على هاد الطريقه هذه وهي عينها ميزانها حتى كيتشكلها كامل في يديها وكتبقى على هذا الشكل هذا. انا راني ان شاء الله غادي نجربوا بالطريقه ديالتها وغادي نشارك معكم الفيديو، وانتم ديك الساعات غادي تعطيوني رايكم. فعلا انا بغيت نتعلم له صراحه، حرام ان هذا التراث هذا يموت لنا وما يبقاش، يعني ما يبقاش يتوارث على اجيال. حيت حنا في هذا الوقت هذا شنا يعني الناس كل شيء ولاو كيشريو الواجد، ولاو كيقلبوا على الحاجه الواجده. هذا الشيء هذا لما غنخليوه، هذا الخير هذا شكون اللي غيورثو؟ يعني الامهات راه الارواح بيد الله، والناس كيمشيو اجيال وكيجيو اجيال. هادشي خصنا ناخذوه ونستافدوا منه في حياتنا ونعلموه حتى حنا لوليداتنا. الوالده الصراحه ما عمرها مسكينه يعني كانت مستغنيه على هذه الفكره انها تعلمنا، ولكن قلت لها انا ضروري غادي نشري وغادي نتعلم منك هادشي هذا كامل ان شاء الله يا ربي. ضروري غيجي واحد النهار اللي ما نبغيش انا نعذبك وصحتها غتقلال وما غيبقاش ليها الجهد. علاش لا انا منين نتشهاه نصايبوا لها انا ونوجدوا لها انا ونعطيه لها كيف ما هي كتوجدوا لنا دابا مسكينه وكتخبعوا لنا وكتقول لنا هذا هو الدواء ديال البرد، هذا بالقرعه الحمراء هي الدواء ديال البرد. الله يخليها ليا يا ربي ولا لا يحرمني من شفتها. طولت عليكم البنات. المهم كتبقى على هذه الطريقه هذه، كتبقى ماشيه بهاد المراحل هذه حتى كتكمل. وهنا غادي نعطيكم المرحله الثانيه شنو دارت من بعد. المهم ملي كتكمل هنا كنمروا للمرحله الثانيه، هذه هي مرحله ديال التشكيل. هنا هذه كنسميوها الميدونه. هي كنشكلوا فيها هذوك الحبات ديال الطعام صغارين ولا كبارين كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو. حنا وشنو ما بغينا نشكلوها بها، يعني بهاد لا تكنيك هذه بهاد الطريقه هذه. غادي ندير معكم حلقه مفصله انا غادي نصورها ان شاء الله وغادي نصايبها انا بيديا
وغادي نشرح لكم مزيان. هنا ملي كتشكل داك الحبيبات راه كديرهم في هذا الغربال هذا، وكتبقى مره كتلوح عليه الطحين باش هذوك الحبات ما كيتلاصقوش مع بعضياتهم حتى كتعمر ديك الغربال صافي، وكتغربل داك الطحين الزايد بحال اللي كتلبس لهم الطحين وكتحطهم هنا. هاد هنا بهنا بالضبط كتحطهم باش كينشفوا من داك الماء اللي كيكون فيهم. عاد غادي نمروا للمرحله ديال التفوار. غادي تبقى تفور هاد الكميه كامله اللي عندها غادي تفورها. ملي غادي تسالي في التفوار غادي نديروا لها واحد المنديل نقيقي وغادي نديروها انها تيبس لنا على هاد الشكل هذا. كتيبس مزيان، خصها مزيان تنشف من الماء وما يبقى فيها حتى شي حاجه. صافي وبصحتكم وراحتكم. هذه الطريقه ديال تحضير الطعام البلدي.